من أكثر شعوب العالم كرما وسخاء؟ من أكثرها بخلا؟ ما هي الدول التي تتصدر بلدان العالم في حجم التبرعات وقدمت العون للمتضررين من الحروب ومن الكوارث الطبيعية؟ قبل أيام كشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في أكثر من 140 دولة أن العراق احتل صدارة بلدان العالم كرما مع الأجانب والغرباء هذا العام، برغم من الصراعات والأزمات التي تعصف بالعراقيين. أما ليبيا فقد جاءت في المرتبة الثانية، والإمارات كانت أكثر دول منطقة الشرق الأوسط في حجم تبرعاتها. أما كانت الصين وهي الأقل في حجم التبرعات على مستوى العالم. رغم الصراعات التي تعصف بكثير من البلدان، كشفت استطلاعات للرأي أن أهلها ربما يكونون أكثر كرما مع الغرباء حين يحلون ضيوفا عليهم، خلافا لما يعتقده البعض. فالعراق الذي يواجه أزمات ومعارك طاحنة لتحرير أراضيه من قبضة داعش تصدر قائمة البلدان الأكثر كرما مع الأجانب في العالم خلال هذا العام، وفقا لاستطلاع عالمي أجرته مؤسسة جالوب العريقة. الاستطلاع الذي أجري في 140 دولة أظهر أن العراقيين للعام الثاني هم الأكرم مع الأجانب بنسبة تجاوزت 80%. الاستطلاع أظهر أن 8 من بين كل 10 عراقيين ساعدوا خلال الشهر الماضي شخصا لا يعرفونه. الاستطلاع حمل أيضا مفاجأة أخرى، وهي أن ليبيا جاءت في المرتبة الثانية من حيث كرم التعامل مع الأجانب بنسبة بلغت 79%. فرغم الأزمة السياسية والفوضى، لا يزال الليبيون يستقبلون الأجانب بالترحاب. وفيما يتعلق بالتبرعات المالية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في دول الشرق الأوسط، وبريطانيا أوروبيا، وكينيا على رأس الدول الإفريقية. أما الصين فكانت أقل البلدان كرما. المشرفون على الاستطلاع أرجعوا كرم الضيافة عند العراقيين والليبيين إلى أن أزمات بلادهم تدفعهم ليكونوا أكثر شفقة وكرما مع الأجانب، بل وأكثر تعاطفا معهم.